السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم موس كلاص اللي درنا في الحصه اللي طبقوها البنات، وجات صراحه شي حاجه اللي خطيره في المذاق ديالها. كمرحله اولى كنحتاجوا نص كاس ديال السكر سنيده مع معلقه كبيره ديال الماء، واللي كنديروهم فوق من البوطه وحتى كيذوب السكر معنا كنزيدوا معاه معلقه كبيره. كما كتشوفوا ملي كنوصلوا لهاد المرحله كنزيدوا معلقه كبيره ديال الزبده. من بعد كنخليو حتى كيذوب هاد السكر وكيوجد معانا، وغنوريكم شنو غنديروا. من بعد غندوزو نحضروا معنا الكيك او الجينواز. غنحضروا بديل الجينواز ماشي الجينواز اللي كنحتاجوا فيها نص كاس ديال السكر سنيده، وكنحتاجوا فيها 2 بيضات وغنطلعوهم حتى يولي الحجم ديالو مضاعف. من بعد ملي كنطلعوهم عاد كنزيدوا معاهم كاس الا ربع ديال الدقيق النوع الممتاز، وكنزيدوا معاهم معلقه عامره ديال الكاكاو. هاد المرحله كنرجعوا للسكر ديالنا اللي كنكونوا زدنا عليه كاس ديال اللوز، وكنبقاو نغلفوه بهاد السكر، وكنبقاو واخا كنشوفوه تحبب معانا ودار دوك الحبيبات وتعزل السكر على اللوز، ما كان نديروش، ما كنخافوش منه. صافي كنبقاو نحركو السكر مع داك اللوز. هنا كما كتشوفوا وصلنا للمرحله اللي حنا بغينا ديال البيض مع السكر. ما قلت لكم حنا دايرين بديل الجينواز، يعني ما كان نحتاجوش اننا نسيو داك البيض باش نشوفوا واش يعطينا رقم 8 ولا لا. كما كتشوفوا هنا صافي وجد لينا اللوز تحمر مع داك الكراميل، وكنطلقوه بحال هكا وكنديروه في واحد الطبسيل ولا في واحد الاناء وكندخلوه للكونجيلاتور باش دغيا يجمد لينا، لان حنا اصلا ما عندناش الوقت. يعني هي هاد الموس كتاخذ الوقت، كيخصها تبات واحد الليله كامله، يعني خصك الوقت. انا ما عندناش الوقت، داكشي علاش جربنا عليها وصراحه جات خطيره في المذاق. كما كتشوفوا هنا صافي خلطنا داك الكاكاو مع داك الدقيق، وكنبداو بهاد الطريقه هذه حتى كندخلوا الدقيق كامل في داك البيض مزيان. وكناخذوا واحد الطاوه اللي كنكونوا دهناها من قبل او فرشنا لها ورق الزبده، هذاك الشيء كيبقى اختياري ديالكم. وكندخلوا او كنخويو هذا الخليط من بعد ما كنحصلوا على القوام اللي بغينا، وكندخلوا الخليط للفرن. ما كيكونش سخون، لا عندك الفرن ديال الكهرباء 150 او 160 درجه الحراره، او فرن عادي الغاز، غير كتكملي كتخشي الطاوه كتشعلي الفران كتخليها لمده 10 دقائق كتلقايها نشفات معك. كما كتشوفوا انا خرجتها من الفرن، يعني غير كتحط عليها صبعك ما تقبوهاش، غير كتحطوا صبعكم من الفوق كما درت انا صافي كتلقاوها ناشفه. هذا هو القوام ديالها. كما كتشوفوا هنا مشينا كنطلعوا الكريمه اللي كنحتاجوا فيها نص لتر ديال الكريمه، كنحيدوا منها نص كاس. في هذه اللحظه حنا جبدنا اللوز وغادي نطحنوه في الهاشوار حتى يولي لنا مهرمش. وفي دوك الاثناء التلميذه طلعت لنا الكريم. ماشي ما خصكش تطلعيها، يعني غير نصف طلع، خليوها واحد شويه خفيفه، ما تطلعوهاش حتى تولي كريمه ديال الحلويات. هذه كريم موس، يعني خصها ضروري تكون باقا واحد شويه خفيفه. من بعد ما كنطحنوا ما كنطحنوش حنا لهذا، كنهرمشوه. كنكونوا ذوبنا الشوكولاط ديالنا 50 غرام ديال الشوكولا مع 2 معالق كبار ديال الزيت، كنخلطوهم مزيان. من بعد كيكونوا هرمشوا لنا كما كتشوفوا البنات، هرمشوا داك اللوز وغنخلطوه مع هاد الشوكولاط هذا باش غنديروا الطبقه المقرمشه. هاد المقادير غنعطيهم لكم في الاخر طابي طاب باش ما تدوخوش، غتلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف، او غنصور لكم ورقه وغادي نحطها لكم في تحت في صندوق الوصف. كما كتشوفوا هكا كنخلطوا داك الشوكولا كامله مع داك اللوز. انا كنصحكم انكم ديروا ديك الكميه كامله ديال اللوز اللي هو كاس، ما تنقصوش منها، لان كتجي طبقه مقرمشه مهمه في داك لا جينواز ديالنا. من بعد ما كنحركوا غادي ناخذوا الطاوه ديالنا وغادي نخويو فوق منها داك اللوز، وغادي نحطوها غنستفوها مزيان وغندخلوها للكونجيلاتور تشد راسها ما بيد ما نوجدوا الكاناش ديالنا. في هذه المرحله زدنا الكاناش اللي كنكونوا ذوبنا 50 غرام ديال شوكولا كالا، وكنكونوا من بعد ما ذوبناهم كنزيدوا معاه 2 اوراق ديال الجيلاتين وكنخلطوا مزيان
حتى كيذوب داك الجيلاتين وسط من داك الشوكولا. هاد المرحله نسينا ما وريناهاش، نسينا ما صورناش. المهم حتى كيولي كما كتشوفوا صافي ما بقاش عندنا حبه وحده ديال الجيلاتين. من بعد كناخذوا واحد طانيت شوكولا وكنزيدوها على هاد الشوكولا وكنخلطو مزيان، وكنديروا هاد الشيء هذا فوق من الكريمه، وكنمزجوا ديك الكريمه مع هاد الشوكولا حتى كيولي كل الخليط مخلط معنا مزيان. وهذه المرحله الثالثه وما قبل الاخير، كنخرجوا الجنواز ديالنا من الكونجيلاتور وكنلبسوها بداك الكريمه داك الكاناش. وكنحاولوا وكنأكدوا على انها ما كيخرجش يكونوا عندنا الفراغات من الوسط، باش ملي نقطعوا الموس ديالنا نلقاو انها ما خاوياش وما فيهاش الفقاعات من الوسط. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الشرح ويكون خفيف، وفي نفس الوقت هاد الموس شوكولا خطيره في المذاق، غزاله واقتصاديه، يعني واخا هكاك راه ما فيهاش بزاف ديال المقادير. وفي هذا الاثناء ان شاء الله غادوزو نوجدوا كلاص ديال الكلاصاج اللي غنكلاصيو به الفوق. ما نقول لكمش كلاصاج ميغوار، ولكن بديل الميغوار، يعني ماشي ضروري حنا خصنا مقادير كتاب باش نحضروا كلاصاج ميغوار. اللي كنحتاجو فيه نص كاس ديال الكريمه، نص كاس ديال السكر سنيده، ونص كاس ديال الماء. هادو اساسيين وضروريين. 2 معالق كبار ديال الكاكاو، وكنمزجوا هادشي مزيان وكنخلطوه، يعني كنحركوا فيه مزيان كاع. ديجا كنكونوا فزقنا واحد 2 اوراق الجيلاتين. من بعد ما كنشوفوا الكريمه ديالها طلعت فيها الغليه، كنحيدوها من فوق البوطه وكنبداو نحركوا، كنزيدوا داك 2 اوراق الجيلاتين وكنحركوا مزيان، وكنخرجوا الحلوه ديالنا من الكونجيلاتور بعد ما كتكون من الاحسن او يستحسن انها تبات ليله كامله. ملي كنخرجوها كنخويو فوق منها هذا الكلاصاج ديالنا، وكنحاولوا ان يدينا تكون خفيفه معاها. من بعد ما كنخويو هذا الكلاصاج هذا غنوريكم ان احنا غنديروا كلاصاج سبايدر اللي غنحتاجو فيه معلقه كبيره ديال الناباج، ونحتاجو فيه واحد رويصه المعلقه صغيره ديال الملون ابيض. ما ناخذوش ديال الشوكولا، ناخذوا الملون ابيض عادي، وكنديروا محمام باماغي وكندوبوا هذا الناباج حتى كيدوب مزيان. من بعد ما كيدوب كناخذوا الحلوه ديالنا وكنخويو فوق منها الكلاصاج، كلاصاج بديل الميغوار. كنخويوه، كنحاولوا اننا نغلفوا الطبقه مزيان. من موراها كناخذوا واحد السباتيلا وكندهنوها مزيان بداك الناباج والملون، وكندوزو في الوجه ديالها باش كيعطينا الشكل الرخامي اللي كيجي خطير في المذاق ديالها. وإلا حطيتيها لضيافك يحلفوا عليها بانها راه جايباها من شي باتيسري كبير، وانت راكي صايبتيها لالا لحد كاع غير بيدياتك. والى اللقاء، اعانكم الله.